مش بيغير عليا يبقى ما بيحبنيش. ودي من المفاهيم الغلط اللي جوه دماغنا ناحية الحب، وبناخد الغيرة على ان هي علامة من علامات الحب. لو الشخص ده مجنون بيا يبقى إذن لازم يغير عليا، ولو الشخص ده بيحبني بجد هيحرمني من العلاقات اللي حواليا، ولو الشخص ده هادي أو بارد في تصرفاته معايا هبدأ أشك إن الشخص ده بيحبني. الغيرة هي واحدة من المشاعر اللي بسهولة بتتسلل جوانا وتبدأ تبوظ الموضوع جوه أفكارنا ومشاعرنا من غير ما نحس بيها خالص. شعور الغيرة شعور حلو، لكن لو اتثابت بدون ضبط هتقدر بمنتهى البساطة تبوظ أي علاقة كانت بوتنشل إن هي تنجح. الشعور بالغيرة شعور بنحس بيه في علاقاتنا الرومانسية، في أصحابنا، في شغلنا، وجوه بيوتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي بتتكون جوانا مشاعر الغيرة وازاي نعالج المشاعر دي لما تيجي وتقتحم حياتنا. بول إيكمان وده سايكولوجيست عرف الغيرة بالتالي: الغيرة هي عاطفة معقدة تتكون من مجموعة من المشاعر مثل الاستياء، عدم الكفاءة، وحتى الإذلال. لو الغيرة هي عبارة عن كتلة مشاعر زي الاستياء وعدم الارتياح ونحس ان انا بتذل في حياتي، لو هي دي المشاعر اللي بتجيلي، ليه هكون عايزة شعور الغيرة ده يبقى هو المؤشر ان الشخص اللي قدامي ده بيحبني او لا؟ لو شعوري بالقلق وعدم الراحة طول الوقت مع شخص انا مرتبطة بيه هو ده مقياس ان الشخص ده بيحبني او ما بيحبنيش. فين المنطق في الموضوع ده؟ واضح ان تعريف الغيرة وتعريف الحب محتاجين يبقوا واضحين جدا جوه دماغنا عشان نعرف نتعامل مع الحب وما نتعبش الشخص اللي قدامنا لما ما يكونش غيور بجنون، ونبقى عارفين ان هو بيحبنا، وعشان احنا كمان ما نبوظش علاقة كان ممكن تبقى ناجحة لكن بسبب عدم ثقتنا في نفسنا وفي الآخر بنبوظ الدنيا خالص. طيب هل في اختلاف بين الغيرة والحسد؟ الحسد هو إحساسي بالغيظ لحاجة أنا ما بمتلكهاش لكن الآخر بيمتلكها، وببقى عايز أمتلك اللي الآخر بيمتلكه. لكن الغيرة هو أن أنا أحس بتوتر حوالين الحاجة اللي أنا بمتلكها. لو شخص أو حاجة هم يخصوني في دايرتي أنا وشخص تاني هددني بأن هم ياخدهم مني سواء الحاجة أو الشخص، ده الإحساس بالغيرة. محتاجين نفصل بين الاتنين، لأن أوقات كتير بندخل الحاجات في بعض وأقول نفسي لا أنا شخصية حسودة، واضح ان انا عايزه اخد كل حاجه من حواليا ومش عايزه حد ياخد مني حاجه. لكن لما بفصل بين الحاجتين دول بعرف ازاي اتعامل مع مشاعر الحسد ومشاعر الغيره. ليه الغيره بتتكون جوايا؟ اول سبب في تكوين احساس الغيره هو ان انا شخص مش واثق في نفسه، دايما بقارن نفسي باللي حواليا واحس ان الاخر اجمل، الاخر اغنى، الاخر دمه خفيف. ولو عايزين نعرف ازاي نتعامل مع احساس عدم الامان وعدم الثقه في النفس هسيب لكم في الديسكريبشن تحت فيديو بيتكلم عن الموضوع ده وازاي اقدر اعالج الموضوع ده. تاني سبب لاحساسي بالغيره هو خوفي ان انا اخسر الشخص اللي انا مرتبطه بيه بسبب قناعتي ان انا امتلك الشخص ده. لكن محتاجه اوضح حته مهمه جدا في علاقه الارتباط وعلاقه الزواج: انا ما بمتلكش اللي قدامي، لكن اللي قدامي هو بيملك نفسه ليا. بمعنى ايه؟ ان الشخص اللي قدامي هو اللي من نفسه بشكل تطوعي وبشكل ارادي بيقول لي انا ملكي، لكن انا ما ينفعش اني انا امتلك الشخص ده واحكم تصرفاته واقفل عليه دوائر علاقاته واقول له يكلم مين وما يكلمش مين. احنا ارتبطنا، احنا اتجوزنا، لكن ده ما يدينيش الحق اني انا اللي اتصرف في اللي هو يملكه سواء وقته، فلوسه، علاقاته. لكن المفروض هو من نفسه او هي من نفسها يختاروا بشكل ارادي ان هم يقدموا نفسهم لينا. لما بنتعامل مع بعض على هذا المستوى من الرقي في العلاقه هنلاقي ان احساسنا بالغيره تجاه بعض مع الوقت بيقل. ثالث سبب هو ثقافه المقارنه، بالذات على السوشيال ميديا. ناس كتير بتعتمد على تعريف العلاقات وايه اللي المفروض يحصل وايه اللي المفروض ما يحصلش على السوشيال ميديا، فنقول انه لما بنرتبط لازم نعمل 1 2 3 لان احنا عرفنا من السوشيال ميديا ان هو ده اللي المفروض يحصل. وسرعه العلاقه بتبقى في المحطه دي قد كذا وفي المحطه دي قد كذا لان شفنا ستوريز وبوست كتير بتقول ان فلان لما ارتبط بفلانه عملوا الايفنت بطريقه معينه، وكأن السوشيال ميديا بقت هي قاموس العلاقات بيننا وبين بعض. في حين الموضوع ممكن يبقى ابسط من كده بكتير، لان كل كابل ليه الدي ان اي بتاعه، كل كابل بينجح بشكل معين حسب الشخصيات وحسب البيئه اللي احنا اتربينا فيها وحسب مبادئنا احنا الاثنين. مش شرط اللي يناسب كابل تاني بغض النظر حلو ولا وحش يبقى بيناسبنا احنا، لازم يبقى احنا كمان عندنا
عندنا إرادة شخصية نعرف ايه اللي من القاموس ده يناسبنا وايه اللي من القاموس ده يناسب ناس تانية. واخر سبب هو عدم الثقة في الآخر، لأن الآخر فعلا ممكن يكون مش جدير بالثقة. بيبان في التصرفات، في نظرة العين، في السلوكيات، في ان الشخص ده عنده خصوصية مبالغ فيها. فما تضغطيش على نفسك او ما تضغطش على نفسك تقول انا ما عنديش ثقة في نفسي، انا ما عنديش ثقة في نفسي، لانه ممكن نحط احتمال ان الآخر فعلا شخص غير موثوق فيه، ومحتاج اكون واعي وحذر جدا وانا بقرا الشخصيه اللي قدامي دي وبشوف سلوكياتها واشوف قد ايه هي حقيقيه. وبعرف ازاي الشخصيه الحقيقيه لما بشوف ان سلوكياتها مناسبه قوي، افكارها مناسبه قوي، كلامها احس ان في انسجام في كل حاجه من الثلاثه دول. لكن لو لقيت ان الكلام مختلف عن التصرفات، او ان الافكار الاقي اللي قدامي بتقول كلام كبير بس سلوكياتها سطحيه وهشه، على طول ده بيبقى مؤشر ان الشخصيه اللي قدامي مش شخصيه حقيقيه. محتاجه ابقى واعي للموضوع ده وانا بقرب من حد برتبط بيها. اعمل ايه عشان اعالج موضوع الغيرة ده؟ وانا عارفة ان اللي هقوله ده اختلف عليه ناس كتير. انا في رأيي الشخصي لما اغير على الشخص اللي انا بحبه اروح احكي معاه على طول واقول له ان انا غيرانة من فلانة او غيرانة من حاجة في حادثة ما مش مريحة بالنسبة لي، وعلى الطرف الاخر ان هو يقدر مشاعري ويقدر غيرتي ويحتوي كل الكلام اللي انا بقوله بغض النظر ليه معنى ملوش معنى منطقي او غير منطقي. ومحتاج الطرف الاخر كمان انه يحترم هذا الاحساس وانه ياخد باله من علاقاته ودوائر علاقاته وطريقة كلامه. لعل وعسى انا ممكن يبقى عندي حق بالحاجة اللي انا غيرانة منها، لكن كمان وانا بحكي للشخص ده انا بشركه معايا في الشعور ده. يعني ما ببنيش حواجز ان انا غيرانة عليك من فلانة فلاقي ان حاجز اتبنى بيني وبينه، معنى ان خطيت الحاجز ده ورحت له قلت له تعالى معايا في شعوري على طول، ده من غير مدرة بيعمل حالة من الوحدة كده والاتحاد بيني وبين الشخص ده. بدل ما يحس ان هو قصادي ومحتاج يثبت لي حاجة، بيحس على طول ان هو معايا وانه بيساعدني اخطي خطوة ناحيته في موضوع الغيرة ده، ويبدأ يشرح لي تصرفات دي عاملة ازاي وانا اقدر اشرح له هو انا ليه حسيت بالغيرة دي. لو الحاجة دي تخصني دوره انه يساعدني، ولو الحاجة دي تخصه محتاجة اصبر عليه عشان هو كمان يساعدني اعرف اتخطى الحاجة دي ويغير هو كمان من سلوكه. ومن الناحية التانية انا محتاجة اسأل نفسي هو ايه اسباب الغيرة والشعور اللي فاير جوايا ده؟ هل انا عندي حق اني ابقى غيرانة، ولا انا ممكن يبقى الموضوع كبير جوايا او بشكل ما لان اللي جه في حياتي قبل الشخص ده كان بيتصرف تصرفات غلط، فتوقعي الطبيعي من الشخص اللي انا مرتبطة بيه انه يغلط نفس غلطات الشخص الاولاني. ممكن من غير ما ادري اظلم اللي قدامي وتصرفاته يتم تفسيرها بشكل تاني خالص بسبب خبرات سابقة عندي. والطرف التاني بعد ما بيحتويني ويحتوي غضبي وغيرتي محتاج هو كمان يتكلم معايا شوية على مستوى المنطق والتفكير، ويبدأ يفسر لي ايه اللي بيحصل من حواليه، ويبدأ يفسر لي الاخرين كمان بيتصرفوا معاه ازاي. ودوره كمان انه يأكد لي ويطمني ان هو شخص بيحبني وان هو طول الوقت هيحافظ عليا ويصوني. وانا كمان عليا ان الشخص ده لما يقدم لي الرسالة دي اني اقبلها وادرب نفسي على ثقتي فيه وان انا اصدق كلامه. فهي مسؤولية على الطرفين مش على طرف واحد بس من الاتنين. حاجة كمان بتساعدنا في دوائر علاقتنا بالذات في موضوع الاصحاب والناس من حوالينا في الشغل او في الصداقات، ودي حاجة انا جربتها شخصيا. لما الاقي نفسي غيرانة من حد لانه ناجح او لان عنده حاجة حلوة مش عندي، اروح وامدح الشخص ده، وتكون الحاجة اللي بسببها انا غيرانة من الشخص ده تبقى الحاجة هيها اللي انا بروح امدح الشخص ده عشانها. الاقي الشعور على طول بيتحول من احساس بالغيرة لاحساس بالاعجاب، والاقي الحاجة اللي طول الوقت مخلياني مشدودة ناحية الشخص ده الاقيها حاجة ممكن تبقى ملهمة بالنسبة لي. التدريب ده انا اتدربت عليه كتير وساعدني كتير، مش بس ان انا اهدي جوايا احساسي بالغيرة، لكن بنى علاقات كويسة مع ناس في النهاية الهمتني ان انا اطور من نفسي. اخر حاجة ممكن اعملها عشان اساعد نفسي في موضوع الغيرة هو ان انا اساعد نفسي اني اشكر طول الوقت، اشكر نفسي، اشكر الظروف من حواليا، احول عينيا من الحاجات اللي مش عندي او الحاجات اللي ناقصة عندي لحاجات هي عندي ويمكن ما تبقاش عند حد غيري. وده اللي احنا بنسميه تدريب الامتنان. ولو انت مش عارف ازاي تعمل تدريب الامتنان برضو هسيب لك في الديسكريبشن فيديو بتكلم عن تدريب الامتنان ازاي نقدر نمارسه بخطوات عملية جدا جدا. الغيرة كشعور اوقات بيكون وجودها مطلوب في حياتنا لانها مؤشر ان انا اهم الشخص الاخر وان انا في دايرة علاقاته القريبة، وهي كمان تستخدم كمؤشر تقولي لو في حاجة جوايا انا محتاجة اطور فيها في احساسي بعدم الامان او احساسي ان انا مش كفاية. ففي النهاية ينفع الشعور السلبي ده احوله لحاجة ايجابية تطور بعلاقتي بالاخر. بس امتى الغيرة تبدأ تكون مؤذية؟ لما على طول ترتبط بالتحكم
وان انا ادي لنفسي الحق ان انا اتحكم في حياتي واتحكم في حياة الاخر، ويبدأ اسلوب كلامي مع الاخر يبقى في اهانة وفي طريقة فوقية في الكلام، والعلاقة اللي كان ممكن تبقى ناجحة جدا تبوظ لمجرد شعور بيسود في لحظات معينة ينفع بسهولة نتعامل معاها. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تتفرج على الفيديوهات الجاية، ولو انت مهتم بموضوع الارتباط اتفرج على الفيديو اللي ظاهر قدامك على الشاشة.